السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. مستر السيد الجمل يحييكم، خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم، وعضو قوافل مصر التعليمية، ومستشار جريدة الأهرام المسائي للفلسفة والمنطق. إن شاء الله النهاردة هنحل الأسبوع التاسع، تقييم الأسبوع التاسع في الفلسفة والمنطق. يلا بينا علشان ما نضيعش الوقت، ما تنسوش تدعمونا علشان نستمر. طبعا بيتكلم عن الفلسفة وطبيعة الموقف الفلسفي. عنوان الدرس أهمية الفلسفة للإنسان. الأداءات الصفية بيقول لي صمم رسم تخطيطي توضح فيه أهمية الفلسفة للإنسان. احنا عارفين يا جماعة إن الفلسفة بتدي 3 أهميات للإنسان. أول حاجة إثارة وتعميق الوعي الإنساني، إثارة وتعميق الوعي الإنساني. دي أول حاجة يا جماعة، أول أهمية إثارة وتعميق الوعي الإنساني. تاني حاجة الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات. يبقى دي تاني حاجة. تمام. تالت حاجة تأكيد الإيمان والثقة بقدرة الله، تأكيد الإيمان والثقة بقدرة الله. تمام. يبقى أهمية الفلسفة للإنسان 3 حاجات: إثارة وتعميق الوعي الإنساني، بحيث إن الفلسفة بتخلينا نتعقل الحياة، تمام، ما نقبلهاش زي ما هي، ونحدد أهدافي، ونعرف معنى ومضمون الحياة. تمام. بالنسبة للعنصر الثاني اللي هو الارتقاء بالمستوى العقلي وحل المشكلات، الفلسفة بتساعد الفرد على إنه يستفيد من خبرات وتجارب الفلاسفة ووجهات نظرهم، بحيث ان هو يبقى عنده مرونة في حل المشكلات، ويصل الى مرحلة النضج العقلي والمرونة في حل المشكلات. تأكيد الإيمان طبعا والثقة بقدرة الله، ان احنا الفلسفة بتأكد الإيمان بالأدلة والبراهين العقلية. تمام. فبيتحول الإيمان من إيمان موروث إلى إيمان مكتسب، يعني إيمان قائم على الاقتناع العقلي، وليس المسلمات الموروثة من الوالدين. المنطق طبعا، وتخلي بالنا بقى عشان الناس اللي بتسالني فين الفلسفه وفين المنطق، هم بيحطوا الاسئله على بعضيها يا جماعه، بيبقى الفلسفه على المنطق. فاحنا هنبقى واحنا بنحل سؤال المنطق هنقول ان ده سؤال منطق. تمام. هنا هو بيسالني في المنطق، بيقول لي عنوان الدرس التقسيم الرباعي للقضيه الحمليه والاستغراق في القضايا الحمليه. صمم رسم تخطيطي توضح فيه التقسيم الرباعي للقضيه الحمليه. احنا عارفين طبعا القضيه الحمليه البسيطه بتنقسم الى 4 اقسام: القضيه الكليه الموجبه، تمام كده، بنرمز لها بالرمز كاف ميم. والقضية الكلية السالبة بنرمز لها بالرمز كاف سين. والقضية الموجبة بنرمز لها بالرمز جيم ميم. تمام كده. آخر حاجة القضية الجزئية السالبة وبنرمز لها بالرمز جيم سين. تمام كده. يبقى كاف ميم كاف سين جيم ميم جيم سين، اهو كاف سين كاف ميم كاف سين جيم ميم جيم سين، 4 قضايا حمليه بسيطه. صمم جدول توضح فيه الاستغراق في القضايا الحمليه. احنا عارفين طبعا المفتاح بتاع الاستغراق ايه يا جماعه؟ اهو الكليات تستغرق، ده المفتاح بقى بتاع الاستغراق. الكليات تستغرق الموضوع، يعني القضايا الكليه موضوعها مستغرق. تمام. والسالبات القضايا السالبه، تمام، من حيث بقى الايه؟ الكيف. السالبات تستغرق المحمول. يبقى انا عشان اعرف الموضوع مستغرق ولا لا، ابص على الكم، لو لقيتها قضيه كليه يبقى الموضوع مستغرق. عايز اعرف المحمول مستغرق ولا لا، ابص على الكيف، لو لقيتها قضيه سالبه تبقى المحمول ايه؟ يبقى المحمول مستغرق. اذا القضيه اللي بتستغرق الاثنين القضيه الكليه السالبه كاف س، تستغرق الموضوع وتستغرق المحمول. لو رحنا بصينا على الموضوع اللي هي كليه اهي، يبقى الموضوع مستغرق. بصينا على المحمول، هنبص على الكيف اللي هي سالبه، يبقى المحمول مستغرق. تمام. يبقى الكليه السالبه بتستغرق حديها. طيب القضيه اللي مش بتستغرق حديها اللي هي الجزئيه الموجبه، مش بتستغرق ولا الموضوع ولا المحمول. تمام. طيب القضيه اللي بتستغرق الموضوع فقط الكليه الموجبه، اللي بتستغرق المحمول فقط
الجزئيه السالبه. تمام كده؟ يبقى نعرف نصمم جدول في القضايا الاستغراق بناء على المفتاح اللي هو الكليات تستغرق الموضوع، السالبات تستغرق المحمول. طيب نحاول ان احنا يعني نعمل جدول كده علشان برضو الناس اللي لسه ما استوعبتش القصة دي، نعمل جدول ونحاول نشوف الموضوع والمحمول امتى بيتم استغراقهم. الاستغراق اصلا معناه ايه يا جماعة؟ معناه شمول الحكم لكل افراد الحد المنطقي، يعني سواء كان موضوع ولا محمول. لو حكمنا عليه كله يبقى هو كده مستغرق، ما حكمناش عليه كله يبقى غير مستغرق. تمام؟ ده معنى الايه؟ ده معنى الاستغراق. يعني هنعمل مثلا نقول اهو دي القضية الكلية الموجبة. تمام؟ ماشي كده؟ وهنكتب هنا الموضوع. تمام؟ وهنا المحمول. خلي بالي بقى كده. ماشي؟ دي القضية الكلية ايه؟ الكلية الموجبة. هنيجي كاتب هنا كمان القضية الكلية السالبة اهي، كاف س. ماشي؟ وبعدين القضية الجيم ميم جزئية موجبة. تمام؟ وبعدين القضية جيم س اللي هي الجزئية السالبة. تمام؟ لو بصينا كده القضية الكلية الموجبة الموضوع بتاعها مستغرق. لما نيجي نشوف الموضوع نروح نبص على الكم، نبص على الكم لقيناها كلية يبقى نعمل علامة صح، يبقى الموضوع مستغرق. طيب المحمول نروح نبص على الكيف، الكيف موجبة، موجبة، يبقى المحمول غير ايه؟ غير مستغرق، لأن السالبات هي اللي بتستغرق المحمول. طيب نروح للكلية السالبة، كلية يبقى الموضوع مستغرق، سالبة يبقى المحمول مستغرق. يبقى القضية الكلية السالبة هي اللي بتستغرق حديها، هي اللي بتستغرق الموضوع والمحمول. القضية الجزئية الموجبة لا هتستغرق ولا موضوع ولا محمول. ليه؟ لأنها جزئية موجبة. جزئية يبقى الموضوع غير مستغرق، موجبة يبقى المحمول غير مستغرق. تمام؟ طيب القضية الجزئية السالبة هتستغرق ايه بس؟ هتستغرق المحمول بس، يبقى الموضوع غير مستغرق والمحمول بتاعها مستغرق. تمام؟ يبقى ده الجدول اللي هو طالبه مني، او الجدول اهو. الجدول اهو يا جماعه، نعمله زي ما هو موجود كده بالظبط، بس بطريقه طبعا ايه؟ شيك شويه. طيب طبعا سؤال في الفلسفه وفي الاداء المنزلي. دعوه سقراط الى التمسك بالعقل لم تكن دعوه الى التامل النظري فحسب. كلمه فحسب يعني فقط يعني، بل كانت من اجل السلوك العملي. يجسد ذلك اهميه الفلسفه للانسان باعتبارها ايه؟ طبعا لو بصينا كده، لو الاستغراق في النظر العقلي المجرد طبعا ده مستبعده خالص. قبول الجوانب الحياتيه على علتها زي ما هي طبعا لا. تمام؟ دعوه الى الاستكانه والثبات الفكري، الاستكانه يعني الاستسلام طبعا لا. يبقى اكيد الاجابه رقم ايه؟ رقم الف، اللي هي دعوه للوعي الفردي وتعقل الايه؟ وتعقل الحياه. تمام؟ طيب تعمل الفلسفه على تاكيد الايمان بالله على اساس عقلي. دي الاهميه الثالثه في اهميه الفلسفه للانسان، تاكيد الايمان والثقه بقدره الله. بيقول لي ناقش، هنقول له هنا الفلسفه تقيم الايمان على اساس الاقتناع العقلي، الاقتناع العقلي. تمام كده؟ بالادله والبراهين، بالادله والبراهين. تمام كده؟ وترفض المسلمات الموروثه، المسلمات الدينيه الموروثه. تمام كده؟ يبقى ده شرح الايه؟ العنصر ده. طيب كل من لا يؤمن بقيمه الفلسفه محدود الفكر. ده سؤال في المنطق يا جماعه اهو، عشان الناس تسالني فين الفلسفه وفين المنطق. ده سؤال في المنطق اهو. كل من لا يؤمن بقيمه الفلسفه ماله؟ محدود الفكر. لو بصينا كده هنلاقي كل ده الموضوع لغايه كلمه الفلسفه ده الموضوع. هنا اداه السلب جزء من الموضوع. كل من لا يؤمن بقيمه الفلسفه ده الموضوع كله على بعضه، ده الموضوع. ماله؟ محدود الفكر. يبقى ده المحمول، محمول محدود الفكر. تمام؟ طب القضيه دي الصور بتاعها ايه؟ كليه موجبه. ليه؟ بالرغم ان فيها اداه سلب اهي. اداه السلب هنا جزء من الموضوع. خلاص القضيه هتبقى موجبه، يبقى القضيه هنا كليه موجبه. تمام؟ طيب كل فاعل مفرد مرفوع بالضم اهو، ده الموضوع. كل فاعل مفرد ده الموضوع اهو، ماله؟ مرفوع بالضم. تمام؟ القضيه هنا الصور بتاعها ايه؟ الصور بتاعها كليه موجبه، بتتكون اهو موضوع كل فاعل مفرد، ده الموضوع. المحمول ماله؟ مرفوع بالضمه. تمام؟ ده المحمول بقى اهو، ده الخبر. تمام كده؟ طيب القضيه الكليه الموجبه لما نحب نطلع الحدود المستغرقه، لو بصينا الموضوع مستغرق ولا لا، هنبص على الكم اللي هي كليه يبقى الموضوع مستغرق. طيب المحمول مستغرق ولا لا، نبص على الكيف موجبه لا يبقى غير مستغرق. يبقى اذا الموضوع بس اللي هو مستغرق اللي هو ده، اللي هو كل فاعل مفرد ده مستغرق.
ده الموضوع مستغرق عشان القضيه كليه موجبه. والمحمول اللي هو مرفوع بالضمه ده غير مستغرق. تمام اهو، يبقى القضيه دي بتستغرق موضوعها ولا تستغرق محمولها لانها كليه موجبه. التقييم الاسبوعي برضو دي سؤال في الفلسفه. تاكيد الايمان بالعقيده على اساس من اليقين الفكري. يصف ما سبق الفلسفه باعتبارها سعي لتاكيد الايمان بالله على اساس الاقتناع العقلي. اكيد طبعا الاقتناع العقلي، مش التسليم بقى بالايه، دي بترفض التسليم الموروث. تمام، يبقى على اساس من الاقتناع العقلي. بعض الحيوانات مفترسه، قضيه ج م، جزئيه موجبه، جزئيه موجبه ج م. تمام. طيب يدل المثال السابق على قضيه ايه؟ طبعا ج م مش بتستغرق ولا موضوع ولا محمول. يعني عايزين نشوف الموضوع مستغرق ولا لا، نبص على الكم. كم جزئيه جزئي، يبقى الموضوع غير مستغرق. طيب المحمول مستغرق ولا لا، نبص على الكيف. موجب، لا يبقى غير مستغرق. يبقى القضيه دي مش بتستغرق ولا موضوع ولا محمول، يبقى فين بقى؟ اهو غير مستغرقه الموضوع ولا المحمول، اللي هي رقم ج. تعمل الفلسفه، طبعا ده سؤال في المنطق اهو، السؤال رقم 2 ده اللي هو بعض الحيوانات مفترسه، ده في المنطق. طيب رقم 3 في الفلسفه، تعمل الفلسفه على الارتقاء بالمستوى العقلي للفرد وحل المشكلات. ناقش. طبعا قلنا الفلسفه بترتقي بعقل الفرد بحيث ان هو بتجعله يستفيد من وجهات نظر وخبرات الفلاسفه، مما يساعده على النضج العقلي والمرونه في حل المشكلات. نكتب تاني برضه عشان الناس اللي بتقول لي اكتب يا مستر. هنقول من خلال الاستفاده من وجهات نظر الفلاسفة، من وجهات نظر الفلاسفة. تمام كده، الكتابة بتبقى صعبة شوية عليا لأن إيه، الماوس مش بيكتب كويس. من خلال الاستفادة من وجهات نظر الفلاسفة في حل المشكلات، مما يساعده على النضج والمرونة في حل المشكلات. طيب رقم 4 برضو ده سؤال في المنطق. طبعا السؤال ده صياغته خاطئة. ليه بقى؟ السؤال بيقول لي نعلم عليه كده عشان السؤال ده صياغته غلط يا اولاد، وانا اقول لكم ليه دلوقتي. من القضايا ما يفيد فصل بعض افراد المحمول عن كل افراد الموضوع. كلمة فصل معناها ان هو عايز قضية سالبة. طب انا عندي قضيتين سالبتين، تعالوا نشوفهم كده، اللي هي الكلية السالبة، تمام، والجزئية السالبة، صح كده؟ وعندي قضيتين سالبتين بس هم. طيب تعالوا نشوفوا كده، ندي مثال على هنا ومثال على هنا. لو قلت اهو كل العرب ليسوا احرار، قضية كلية سالب. تمام كده؟ خلاص. هو هنا بيقول لي بتفيد فصل بعض الافراد المحمول عن كل افراد الايه، الموضوع. لو بصينا هنا هنلاقي كل افراد المحمول بتنفصل عن كل افراد الموضوع، يبقى كل عن كل، يبقى ما تنفعش دي خالص. تمام، كل عن كل اهي، كل افراد الموضوع، لان هنا الموضوع مستغرق والمحمول مستغرق، يبقى كل عن كل. طيب الجزئيه السالبه، بص كده اهو، بعض اهو العرب ليسوا احرار. تمام، هنا بتفيد انفصال ايه عن ايه؟ كل افراد المحمول عن بعض افراد الموضوع. تمام، لان المحمول هنا مستغرق، فهينفصل كل افراد المحمول عن بعض، احنا بنقول حتى بعض العرب اهو، بعض العرب عن بعض افراد الموضوع اللي هم العرب، يبقى برضو مش هي دي اللي هي مطلوبه. يبقى اذا صياغه السؤال ده غلط، ما عنديش قضيه بالشكل ده. انما ممكن نعكس، نخلي مثلا بعض افراد الموضوع، نخلي هنا الموضوع ونخلي هنا المحمول، يبقى انفصال بعض افراد الموضوع، تمام، عن كل افراد المحمول، اللي هي القضيه دي اللي هي الجزئيه السالبه. بعض افراد الموضوع عن كل افراد المحمول، يبقى كده ماشي شغال. انما بالطريقه دي ما تنفعش ابدا ابدا، دي صياغه خاطئه. تمام، واحنا بعت برضو المكتب الفني للمستشاره في السؤال ده، قلت لهم السؤال ده صياغته خاطئه، ما فيش قضيه بالوصف ده اطلاقا. تمام. طيب السؤال رقم 5، يعني احنا نصلح بقى القضيه، نخليها تفيد فصل بعض افراد الموضوع عن كل افراد المحمول، ونخليها جزئيه سالبه. تمام كده، او فصل كل افراد المحمول عن كل افراد الموضوع، تبقى الكليه السالب. يا دي يا دي، انما بالطريقه دي ما تنفعش ابدا. خلاص. طيب اعطي مثال من عندك على قضيه مستغرقه الموضوع دون المحمول. الموضوع بس مستغرق، اللي هي القضيه الايه، الكليه الموجبه.
اللي الكليات تستغرق الموضوع والسالبات تستغرق المحمول. ما تنسوش مفتاح الاستغراق يا جماعه. يبقى هنجيب قضيه كليه موجبه مثل كل العرب احرار، كل العرب احرار، ماشي كده، كل الطالبات حاضرات، ماشي كده، كل التجار امناء، كل التجار امناء، قضيه كليه موجبه. خلاص كده، ماشي يا جماعه. كل الفاكهه لذيذه، يبقى اي قضيه كليه موجبه مستغرقه الموضوع وغير مستغرقه المحمول. السؤال اللي بعده في الفلسفه، افلاطون بيقول ان الفلسفه يجب ان تكون اسلوب في العيش وليس آلية من آليات التفكير. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفلسفه بتثير الوعي الكاشف عن مضمون الحياه، اثاره وتعميق الوعي الايه؟ الانساني اللي بيكشف لنا عن معنى الحياه، تمام، ومضمونها، ويخليني احدد اهدافي. تمام يا جماعه؟ طيب، السؤال ده في المنطق. كل مدافع عن وطنه، ده الموضوع. ماله بطل عظيم، ده المحمول او الخبر. تمام، القضيه دي كليه موجبه، كاف ميم. تمام. طيب الكاف ميم بتستغرق ايه؟ كليه بتستغرق الموضوع، موجبه مش بتستغرق المحمول، يبقى الموضوع بس مستغرق. فين الموضوع؟ اهو الاجابه اهي، مستغرقه الموضوع فقط. خلاص كده، عشان هي كليه موجبه. طيب، تسعى الفلسفه الى تاكيد الايمان والثقه بقدره الله. ما تنسوش هنا يا جماعه الاستغراق، المفتاح، اوعى تنسى المفتاح. الكليات او مفتاحه، الكليات يعني القضايا الكليه تستغرق الموضوع، تستغرق الموضوع. خلاص. والسالبات، القضايا السالبه، السالبات تستغرق المحمول. ماشي كده، يبقى الكليات تستغرق الموضوع والسالبات تستغرق المحمول. تسعى الفلسفه الى تاكيد الايمان والثقه بقدره الله. حلينا السؤال ده قبل كده، قلنا من خلال تأكيد الإيمان بالأدلة والبراهين، بالأدلة والبراهين، تمام كده، والاقتناع العقلي، والاقتناع العقلي، ورفض المسلمات الموروثة، ورفض، نكتب كده، ورفض المسلمات الدينية الموروثة. طيب، من القضايا ما يفيد فصل كل أفراد المحمول، تمام، عن بعض أفراد الموضوع. دي جميل قوي، فصل كل افراد الايه؟ المحمول. اول ما اشوف كلمه فصل دي اعرف انه بيكلمك عن قضيه سالبه. تمام. كل افراد المحمول، يبقى المحمول هيبقى مستغرق، ماشي كده. عن بعض افراد الموضوع، يبقى الموضوع غير مستغرق. طيب، الموضوع غير مستغرق والمحمول مستغرق، يبقى القضيه الجزئيه السالبه. خلاص كده، طالما فصل يا جماعه يبقى ج س على طول، لان الفصل ده معناها سالبه. تمام. ما يقول لي بقى فصل المحمول عن بعض افراد الموضوع، يبقى هنا بعض العرب ليسوا أحرار. أهو بعض العرب ليسوا أحرار، يبقى هنا طبعا الصياغة اللي هو طالبها هنا، السؤال مظبوط. فصل كل أفراد المحمول ليسوا أحرار، أهو هنا ليس فصلت الموضوع عن المحمول، وأحرار حد مستغرق، تمام. وحكمنا على كل أفراد، يبقى كل أفراد الموضوع المحمول أهو، تمام. عن بعض أفراد الموضوع اللي هو بعض الإيه؟ بعض العرب. خلاص، يبقى القضية التي تفيد انفصال كل أفراد المحمول عن بعض أفراد الموضوع هي قضية جزئية سالبة، جزئية سالبة. بعض الطلاب ليسوا حاضرين، تمام، بعض العرب ليسوا أحرار، وهكذا. طيب، السؤال ده في المنطق برضو. كل طلبة القسم العلمي تدرس الفيزياء، كلية موجبة طبعا، كلية موجبة. خلاص. حدد كم وكيف القضية. طبعا الكم كلية والكيف موجبة، قضية كلية موجبة. خلاص كده يا جماعة. طيب. تعمل الفلسفة على التأمل العقلي وبناء إنسان لا يتصور بدون تأمل عقلي. ده معناه إيه؟ معناه إن الفلسفة بتثير وتعمق الوعي الإنساني الفردي. طبعا خدناها قبل كده. كل المعلمين خريجي كليات تربية. كل المعلمين ده الموضوع، خريجي كليات تربية ده اللي إيه؟ المحمول. القضية طبعا دي كلية موجبة. طيب، كلية موجبة بتستغرق إيه؟ بتستغرق الموضوع فقط، تستغرق الموضوع فقط، والمحمول طبعا غير إيه؟ غير مستغرق. تمام؟ تعمل الفلسفة على تأكيد الإيمان على أسس برهانية. طبعا احنا اخذنا الكلام ده، جاوبنا عليه مرتين قبل كده، من خلال استخدام الأدلة والبراهين والاقتناع العقلي، تمام كده، ورفض الموروثات أو المسلمات الدينية الموروثة، جاوبناها قبل كده. من القضايا ما يفيد عدم شمول الحكم لكل أفراد الموضوع والمحمول معا. يعني مش بنستغرق ولا الموضوع ولا المحمول، طالما الحكم ما شملهمش كلهم يبقى غير مستغرقين، يبقى الموضوع غير مستغرق والمحمول غير مستغرق، يبقى دي قضية ايه؟ قضية جميم، قضية جميم. طالما الحكم ما شملش، هو الاستغراق معناه ايه؟ شمول الحكم لكل افراد الموضوع او المحمول. طب هنا اقول لك عدم شمول،
يبقى الاثنين غير مستغرقين، عدم شمول للموضوع ولا للمحمول. يبقى ج م جزئيه موجبه. بعض الطلاب حاضرين، بعض الطلاب حاضرين جزئيه موجبه. تمام كده؟ طيب جميع طلبه القسم العلمي تدريس الاحياء ك م كليه موجبه. تمام، جميع كل يعني كليه موجبه. طبعا حدد كم، الكم ايه كليه والكيف ايه موجبه. خلاص كده، دي نهايه ده اخر سؤال. ارجو الدعم يستمر علشان احنا كمان نستمر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.